هقولك بقى على أسرار ازاي يكون الطبق بتاعك مميز من السمك ومن الرز الصيادية. النهاردة هنعمل رز صيادية وسمك مقلي، بس مش أي مقلي، احنا هنعمله زي بتاع المحلات بالظبط. يلا بينا نبدأ ونشوف الوصفة. زي ما انتم شايفين انا جايبة كيلو من السمك، وطبعا انا بقطع من الجنب، بعمل خط بالسكينة كده من الجنبين. هعرفكم ليه دلوقتي، بس هنركنهم على جنب ونخش على الوصفة اللي بعدها على طول. اول حاجة جاهز معايا 2 من قرن الفلفل الرومي، وهكون مقطع مكعبات، وهنزل بكام واحدة من البقدونس، وهنزل بنص معلقة من التوم المفروم، وهنزل برشة صغننة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، وهنزل بمعلقة صغيرة من الملح. هي دي كل المكونات بتاعتنا، وهروح ضرباها في الخلاط كويس، ماشي، او في الكبة. وهبتدي ان انا اروح حطاها في طبق صغير، واروح جايبه ليمونيه، اللي هو الليمون الكبير دون، ماشي، وهبتدي ان انا اعصرها. لو هتحطي ليمون صغير يبقى حطي ليمونتين صغننين. هنبتدي ان احنا نعصرهم كويس جدا، وبعد كده هنروح مقلبينها تقليبة. وبعد كده هنجيب السمك وهنبتدي ان احنا ندهنه. بس طبعا انتي هتعملي كل حاجة بايدك، بلاش معلقة او جلافز، عشان تعرفي تدخلي في قلب السمكة كويس جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. ماشي، انا ببتدي ان انا ادخل جوه السمكة، وطبعا بره كمان بدهنها من بره كمان. واللي هيفيد كله هروح دهنه السمك كله من بره، وهبتدي ان انا اسيبه لحد ما اخلص الوصفة بتاعتنا، عشان السمك هيكون اخر حاجة. بس هنخش على الحاجة اللي بعدها، وطبعا ركزوا علشان ده الخلطة دي هي دي سر خلطة السمك. طبعا هبتدي اجيب نص كوباية من الدقيق، عليهم 3 معالق من النشا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليهم بكوباية من المية. مش هتقلبه ولا اي حاجة، هتستمري. هتروحي حاطة المكونات، رشة من الملح، شوية من الكزبرة، شوية من الكمون، وهتروحي معلقة من الكركم، ماشي، بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده هتروحي جايبة معانا يا دوبة نص معلقة من البابريكا. طبعا البابريكا والكركم بيكونوا حلوين قوي في الوصفة ده، بيدي لون حلو قوي للسمكة، زي ما انت ما بتجيبيه من بره بالظبط. ماشي، ده السر ده محدش هيقولولك خالص، او صحاب المحلات مش هيعرفوك بيه. هنبتدي ان احنا نديها تقليبه، وطبعا تكون العجينه بتاعته عامله زي عجينه الكريب كده بالظبط، ماشي. هي كل الوصفه اعمليها زي ما انا عاملاها كده، هتطلع معاكي مظبوطه. وبعد كده هجيب معايا كوبايه من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقتين من النشا، ونفس المكونات اللي انا حطيتها في الطبق الاول هروح حطاها في الطبق التاني، وهبتدي ان انا اديهم التقليبات بتاعتها بالشكل ده. طبعا لو عايزين التوابل كلها اكتبوا لي في التعليقات، وانا اكتبها لكم كلها في التعليقات.